حبايب قلبي عاملين ايه؟ اعذروني طبعا على صوتي لاني فعلا تعبانه بجد، مش قادره اتكلم. اعذروني على صوتي، واعذروني ان انا منزلش فيديوهات كل يوم، لان بجد اليومين دول تعبانه خالص. فاهم حاجه بقى، خلينا نسيبنا من موضوع التعب. صلوا على النبي يا اخواتي علشان خاطر نبدا الفيديو بتاعنا كده بالصلاه على النبي. انا طبعا كان عندي عزومه، كنت عازمه اخواتي وامامتي وكده، ربنا يبارك فيهم يا رب وكده. كنت بقى عامله مكرونه بشاميل. ابتديت الاول بصينيه المكرونه البشاميل، قلت اخلصها الاول واركنها علشان خاطر ايه، ابدا اشوف الحاجات اللي ورايا. يعني كنت مقسمه كل حاجه لوحدها بحيث ان انا اخلص اللي ورايا حاجه حاجه، ما بقاش مقومه الدنيا فوق دماغي وابقى متضايقه وكده. لا، كان اليوم الحمد لله كان طويل برضو، وكان عندي فرصه ان انا اعمل اكتر من كده كمان. خلصت المكرونه البشاميل طبعا، وعندي هنا دكرين بط. دكرين بط دول كنت دبحهم قبلها بيوم، يعني كنت دبحها قبلها بيوم ونضفتهم وحطيتهم في الفريزر برضو، عشان طبعا ما عنديش مكان في التلاجة وكده. فرحت جايه مطلعاهم طبعا قبل السحور عشان يفكوا يا حبايبي وكده. وهنا كنت عجنت الرقاق وقطعته ورصيته على الصينيه وخلاص. والفراخ دي كنت متبلاها قبلها بيوم الحمد لله برضو، علشان خاطر التتبيله تاخد من الفراخ والفراخ تاخد من التتبيله، يعني ايه طعمها يبقى حلو. والرقاق بتاع الحمد لله خلص زي ما انتم شايفين، شكله بسم الله ما شاء الله حاجه تفتح النفس. بالنسبه للجلاش الحلو ده، جلاش محشي كريمه، يعني محشي مهلبيه يعني. زي ما قلت لكم قبل كده، قلت برضو اعمله بدري الاول واطلعه، يعني بحيث ان هو يبقى ايه طعمه احلى ان لما بتعمليه من بدري وتسيبيه. هنا بدات في عمايل الملوخيه، كنا خلاص قربنا على المغرب وكده، يعني كانت دلوقتي كانت الساعه 4:30. فقلت اعمل بقى الملوخيه. الملوخيه دي طريقتي بصراحه، بعمل الاول بحط حته زبده وبعد كده التوم اقلبه فيها واحط الشوربه تغلي، وارجع اعمل طشه تاني غير الطشه اللي انا عملتها في الاول. دي الطشه التانية، يعني انا بعمل اتنين مش واحد يا ولاد. على الملوخيه الخضراء، الملوخيه الخضراء بعد ما غليت اهي معايا، كل اللي حطيته عليها ما حطيتش سكر، انا حطيت مرق الدجاج. اعذروني على صوتي يا حبايبي، اعذروني بجد مش قادره اتكلم. هنا بقى شلت الملوخيه حطيتها على طشه التوم والكلام ده كله، انتوا عارفين الجو الحلو ده. ودي شكل الفراخ بتاعتي بعد ما طلعت، كانت شكلها في منتهى الجمال بسم الله ما شاء الله يعني. وكنا حمرنا البط في الفرن، يعني خليت اختي حمرته علشان طبعا ما كنتش فاضيه. هي كانت بتساعد معايا الصراحه. وهنا كان ساعه ايه الفطار بقى. هنا النوايب اللي انا كنت بدات ان انا احطها في الاطباق، قلت اصور لكم لقطه برضو على السريع يعني. وهنا العصير اللي عملناها، طبعا دي اختي وجوزها وعيالها وكده، وعيالي طبعا ربنا يبارك فيهم يا رب، واخواتي برضو وكده. هنا بعد ما خلصنا طبعا الحلو، كان لازم يتقدم بقى الجلاش اللي انا عملته واصابع الكنافه اللي انا قعدت طول الليل بصبع فيها. والله العظيم بجد تعبت فيها قوي، قعدت اكتر من 3 ساعات بصبع في الكنافه. بسم الله ما شاء الله، فعلا كان شكلها حلو قوي وطعمها كان احلى بصراحه. الشربات كان مظبوط جدا، وعجبهم الكنافه وعجبهم طريقه الكنافه وطريقه الجلاش. وبألف هنا وشفا على قلبهم.